اهلا وسهلا بيكم اعزائي مشاهدين ومتابعين قناة يوم الخلاص. النهاردة معادنا مع فيديو جديد. نشر الصحفي احمد العطار حادثة مع سيدة مصرية تم دعوتها من قبل جهة حكومية، وبعد ان اخذت التأشيرة من السفارة السعودية رفض موظف الجوازات المصري ختم جوازها قبل شراء كود العمرة. وكتب العطار على صفحته على الفيسبوك: السيدة شيري شكري عبد الملاك رفائيل، مصرية مسيحية، جالها دعوة من جهة حكومية سعودية لحضور مؤتمر ما، وأخذت بالفعل تأشيرة زيارة حكومية من السفارة السعودية بالقاهرة. يوم السفر شيري جهزت شنطتها وراحت المطار، وقفها الموظف على كونتر الجوازات ورفضوا يختموا جوازها غير لما تشتري الQR كود للعمرة قبل ما تطلع الطيارة أو مفيش سفر. حاولت تفهمهم انها مسيحية وان المنطق بيقول انها بالتأكيد مش هتروح تعمل عمرة، لكن مفيش فايدة، لازم QR كود. شيري لانها عارفة انها مش هتاخد حق ولا باطل راحت دفعت 4000 جنيه واشترت QR كود العمرة عشان تسافر من غير وجع دماغ. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكوا كل فيديوهاتنا الجديدة.